كيفاش تنتقل من الخوف الى الثقة في النفس؟ واش مستعد تسمع الحقيقة اللي غادي تبدل لك حياتك نهائيا؟ خليك مركز حيت كل كلمة غادي ننطقها دابا تقدر تحدد واش غادي تبقى عالق في الخوف ولا غادي تولي انسان ثايق في راسه. الا خرجتي من هذا الفيديو قبل ما تكملو غادي تكون فوتي واحد الاسرار اللي كبيرة، خطوات علمية وطرق عملية باش تحرر من الخوف نهائيا. القرار دابا ما بين يديك، نفهمو بعدا منين جاي الخوف. حنا مبرمجين على الخوف من شي حوايج، والهدف ديال الخوف هو يحميك. دماغك كيسجل التجارب ديالك القديمة اللي كتكون مؤلمة، كل واحد واش من تجارب خايبة اللي داز منهم، وهادوك التجارب كيكون كيسجل فيهم دماغك مني كنت صغير. العقل كيربط هداك الموقف بالالم وكيعاود يشغل الخوف كل ما قربتي من الموقف اللي كيكون كيشبه الموقف اللي كنتي دزت منه شحال هادي. وهاد الحاجة سميتها التكييف، المصدر الفكري. بعض المرات ما كيكونش شي حدث حقيقي، ولكن كاين واحد التضخيم ذهني. مثلا كيقول لك دماغك الا خطأتي غادي تنهار، ولا الا فشلتي غتكون حياتك سالات. وهاد الافكار كتكون كارثيه، والهدف ديال الخوف كيف ما قلنا في اول الفيديو كيحاول يحميك. الخلاصه العقلانيه، وشنو هما الحوايج اللي كيبقى عاقل عليهم دماغي؟ شي تجارب خايبه دوزتيها، ولا الخوف الاجتماعي، ولا الافكار الكارثيه اللي كيجيبهم لك دماغك باش يوقفك. كيفاش تزول الخوف ديالك من الحوايج اللي تافهه وتولي طايق في راسك لاعلى درجه؟ اولا فهم الخوف ديالك. الخوف ديالك ماشي عدوك، هو نظام حمايه مزروع فيك من تخلقتي. سول راسك علاش كنخاف، وواش الخوف ديالك حقيقي ولا وهمي؟ غالبا الخوف الاجتماعي ولا الخوف من الفشل كيكون مبالغ فيه. ثانيا واجه الخوف تدريجيا، واجه الخوف ديالك في بلاصه ما تهرب، واجه الخوف ديالك. مثلا الا كنتي كتخاف تدوي قدام الناس، خشي راسك في اي نقاش. التعرض تدريجيا الدماغ كيعرف باللي داك الموقف ماشي خطر لديك الدرجه اللي كان كيتخيلها. ثالثا اعاده تفسير الخوف، في بلاصه ما تقول انا ضعيف نقول هذا الشيء طبيعي ودماغي باغي يحميني. هنا الخوف كيعرف باللي غادي تواجه شي حاجه اللي مهمه وما كيأثرش عليك بشكل كبير. رابعا تدريب العقل والجسم، تنفس بعمق وبشويه، ووقف بشكل مستقيم وبلغه الجسد تكون فيها شويه ديال الثقه. الجسم مني تيكون مرتاح كيعطي الاشاره للدماغ، والاشاره كتكون فيها كلشي تحت السيطره. هادشي كيزيد الثقه بالنفس بواحد الشكل كبير. خامسا بناء الادله على القوه، كل يوم دير شي حاجه صغيره. مثلا قول شي جمله كنتي كتخاف تقولها قدام بنادم، ولا دير شي حاجه كنتي كتخاف ديرها، ولا خود شي تجربه جديده. كل نجاح صغير كيزيد الثقه بالنفس. سادسا التحكم في التفكير الكارثي، سجل الافكار اللي كتكون كتخاف منها. مثلا الا فشلت غتكون حياتي سالات، حاول تبدلها بإلا فشلت ومن بعد غادي نتعلم وغادي نحاول مره اخرى اش غيوقع كاع. سابعا القاعده الذهبيه، الفعل كيولد الثقه. دير خطوه صغيره كل نهار وغتولد الثقه غادي وكتكبر. قد ما دوزتي تجارب كتر قد ما الثقه بالنفس غتكون كبر.